طول الوقت بتجري ورا نفسك، عمال تتفرج على البوستس على السوشيال ميديا بالذات على لينكدين، شايف اتشيفمنتس لناس تانية وبتكمبير نفسك معاهم او بتقارن نفسك معاهم، عامل لك طول الوقت احساس بعدم الرضا والرغبه في انك انت عايز تغير طول حياتك. في بعض الاحيان بيقلب معاك بحاله من الاكتئاب والاحباط اللي انت حاسس انك ما حققتش اي حاجه. ده ما يقع في الفومو او الفير اوف ميسنج اوت. الشخص اللي بيكون دايما مشتت عمال يبص لكل اللي حواليه مش قادر يركز في ورقته، فطول ما هو باصص للي حواليه. وطبعا طريقه صياغه الناس للاتشيفمنتس او الانجازات بتاعتها بتحاول تتفاخر فيها وتكبر فيها، فانت بتحس مع الوقت ان انت ولا حاجه، وبيخليك طول الوقت عمال تجري وتنهك، بس في الاخر خلاص انت في مكانك. زي ما قلنا مع الوقت بيلجمك وبيعمل لك حاله من الاحباط. خلينا نفتكر دايما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لازم يكون عندي الميكس ما بين الفو والجو، اللي هو الجو ميسنج اوت. في حاجات فاتتني، انها طبعا فاتتك ما كانتش مكتوبه لك في التوقيت اللي هي فاتتك فيه. معلش لازم ندخل التيم جوه الموضوع عشان ده بيظبط معانا ويعمل اتزان في طريقه التفكير. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سوره الحديد: اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. فهو الطبيعي ان في حد يبقى عنده حاجه زياده عن حد، ده ظاهري. فطول ما انت عمال تبص ده اترقى وانا ما اترقتش، راح الشركه الفلانيه انا رحت الشركه الفلانيه، فلان سافر وانا لسه موجود مكاني، بيخلي عندي خلل كبير جدا في الهرمونات اللي مسؤوله عن الاتزان بتاع التفكير. فطول الوقت مستوى السيروتونين قليل، فانت مدبرس، دوبامين مفيش خالص، فانت حاسس ان انت ولا بتعمل اي حاجه. فمهم جدا يبقى كل واحد محدد اولوياته، محدد الدايركشن بتاعه، ومركز ايه اللي ممكن يخليه يبقى عنده حماس انه يكمل، وايه الحاجات اللي لو عدت ولا كانه واخد باله منها ولا شايفها، لان مفيش حد هيقدر ياخد كل حاجه، وكل واحد ليه تجربته، كل واحد ليه ظروفه. الفيديو دوت عشان حسيت الفتره الاخيره بناس كتيره جدا بتعاني من مشاكل الفومو وناسين الجومو او الجوي اوف ميسنج اوت. خلينا دايما عينينا على المهم وسيبنا من اي حاجه تانية بعد كده، وافتكر ان رزقك كده كده مكتوب، وربنا كاتب لك كل حاجه في الميعاد اللي يبقى فيها اجيلك لحد عندك. افتكر دايما انصح لله.